أهلا وسهلا ومرحبا بكم متتبعينا الأعزاء أينما كنتم. مرحبا بكم. إن شاء الله في هذا الفيديو غادي نهضروا على قواعد الإشارات في مادة الرياضيات. من أساسيات الرياضيات تعلم أن إشارة زائد تستخدم لعملية الجمع، بينما إشارة ناقص تستخدم لعملية الطرح. لكن عندما ترافق هذه الإشارات الأعداد فإنها تدل على قيمة العدد. فالأعداد المجابهة وهو العدد الأكبر من الصفر، مثل زائد واحد، زائد خمسة إلى غير ذلك، وتعني كتابة العدد دون إشارة أنه موجب. بينما الأعداد السالبة وهو العدد الأقل من الصفر، مثل ناقص أربعة، ناقص مئة إلى غير ذلك. إذن الإشارات في الضرب. القواعد التي يجب مراعاتها عند ضرب الأعداد ذات الإشارة كما سنشاهد في هذه القواعد. عند ضرب عدد موجب بعدد موجب فإن ناتج الضرب هو عدد موجب، وعند ضرب عدد سالب بعدد سالب فإن ناتج الضرب هو عدد موجب. يعني اللي كنلاحظوا في هذه القواعد اللي شفنا دابا هو أنه ملي كتكون عند العددين نفس الإشارة فإن إشارة الناتج دائما تكون موجبة. إلا ضربنا عدد سالب وعدد سالب فإن الناتج ديالهم كيعطينا عدد موجب، وإلا ضربنا كذلك عدد موجب وعدد موجب فإن الإشارة ديال الناتج ديالهم كتكون كذلك موجبة. لكن عند ضرب عدد موجب بعدد سالب فإن ناتج الضرب هو عدد سالب، والعكس كذلك صحيح. يعني إلا ضربنا عدد موجب وعدد سالب كتكون الإشارة ديال الناتج إشارة سالبة، وإلا ضربنا عدد سالب وعدد موجب فإن إشارة الناتج كذلك موجبة. يعني العددين إلا عندهم إشارتين مختلفتين في الضرب فإن الناتج دائما يكون عدد سالب. إذا الأمثلة: 6 مضروبة في 5 تساوي 30. يعني كنلاحظوا هنا أن العدد 5 والعدد 6 أعداد موجبة، وبالتالي الناتج ديال الضرب ديالهم كذلك غيكون عدد موجب. وإلا خدينا ناقص 6 مضروبة في ناقص 5 يعني هنا العددين لهما نفس الإشارة وهي إشارة سالبة، وبالتالي الناتج ديالهم كذلك غيكون موجب. ناقص 6 مضروبة في 5 يعني هنا كنلاحظوا أن للعددين إشارتين مختلفتين، وبالتالي الناتج ديالهم غيكون عدد سالب، وبالتالي ناقص 6 مضروبة في 5 تساوي ناقص 30. دابا العدد 6 والعدد ناقص 5 يعني 6 مضروبة في ناقص 5 تساوي ناقص 30. يعني بمجرد كيكون للعددين إشارتين مختلفتين في الضرب الناتج ديالهم دائما يكون عدد سالب، ولكن إذا كان للعددين نفس الإشارة يعني الناتج ديال الضرب ديالهم دائما كيكون موجب. إذن الإشارات في القسمة. قاعدة الإشارات في القسمة لا تختلف قاعدة الإشارات في القسمة عنها في الضرب أبدا. فإذا كان العددين لهما نفس الإشارة يعني كلاهما موجبان أو كلاهما سالبان فيكون الناتج حاصل قسمة العددين وإشارته موجبة. أما
إذا كان العددين مختلفين في الإشارة، أحدهما موجب والآخر سالب، فإن الناتج يساوي حاصل قسمة العددين وإشارته سالبة. إذن أمثلة: 20 مقسومة على 5 تساوي 4. ناقص 20 مقسومة على ناقص 5 تساوي 4. يعني كنلاحظوا أنه للعددين نفس الإشارة، بالتالي الناتج ديالهم غيكون عدد موجب. ولكن إذا كان للعددين إشارتين مختلفتين، يعني أن الناتج ديالهم غيكون عدد سالب. مثلا 20 مقسومة على ناقص 5 تساوي ناقص 4، وناقص 20 مقسومة على 5 تساوي ناقص 4. الإشارات في الجمع: إذا كان للعددين نفس الإشارة نحتفظ بالإشارة ثم نقوم بعملية الجمع. ولكن إذا كان للعددين إشارتين مختلفتين نحتفظ بإشارة العدد الأكبر ثم نقوم بعملية الطرح. إذا نشوفوا أمثلة: 6 زائد 5 تساوي 11. يعني هنا للعددين نفس الإشارة، بالتالي نحتفظ بالإشارة ثم نقوم بعملية الجمع. يعني إشارة ديال العددين 5 و 6 موجبة، وبالتالي الناتج كذلك غيكون عدد موجب. ناقص 6 زائد ناقص 5 تساوي ناقص 11. إذن في هذه الحالة للعددين ناقص 5 وناقص 6 نفس الإشارة اللي هي إشارة سالبة، وبالتالي غادي نحتفظ بالإشارة السالبة ثم نقوم بعملية الجمع. 5 زائد 6 11، ثم نضيف إليه إشارة سالبة. أما إذا كان للعددين إشارتين مختلفتين نحتفظ بإشارة العدد الأكبر ثم نقوم بعملية الطرح. هنا كنلاحظوا أن العدد 6 و5، 6 أكبر من 5، ولكن إشارة العدد 6 سالبة، وبالتالي غادي نحتفظ بالإشارة السالبة ثم غادي نديروا عملية الطرح. 6 ناقص 5 كتساوي 1، ثم نضيف إليه إشارة سالبة أي ناقص 1. 6 زائد ناقص 5، إذا هذه الحالة 6 أكبر، إشارته موجبة، وبالتالي الناتج غيكون عدد موجب اللي هو 6 ناقص 5 كيساوي 1.